بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهاردة في تفسير الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وتحطه مع الحديث الشريف بتاع النبي عليه الصلاة والسلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. حقيقة ما تحط الحديثين دول مع بعض، انت مطالب انك تعمل وتشتغل وتاخد بالاسباب، ولكن في بالك انك ممكن كأنك هتعيش على طول، ولكن انت حاطط في دماغك انك لما تتحاسب تتحرى الحلال في رزقك وتحاول تاخد الاسباب في تربية عيالك التربية كويسة. لكن انت حاطط في دماغك ان ممكن في اي وقت تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ما يبقاش عليك ديون لحد ولا مظلمة لحد، لانك ممكن ما تضمنش حياتك ولو ثانية لقدام. طب ايه موضوع ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ الناس بتاخد الكلمة ده على اساس ان الدنيا بقى تبقى مهمة. لا، الحقيقة العكس تماما. يعني انت والدتك لو انت مثلا هي عايزة منك حاجات، فتبدأ تقول لك روح ادفع الفواتير الفلانية وجيب لي وانت راجع كذا، وجيب لي كذا وجيب لي كذا، وده اللي بتأكد عليك فيه. وفي الاخر ممكن تروح قايله لك بس ما تنساش تفطر قبل ما تنزل. طيب هي قالتها اخر حاجة، وكأن ان انت ممكن سهل جدا انك انت لولا انها نبهت عليك انك تنسى تفطر. وده معناه ان ربنا لو ما نبهش علينا ان ما تنساش نصيبك من الدنيا، اننا كان ممكن من كتر انشغالي بالاخره وبالموت وبما بعد الموت اني انسى الدنيا خالص وما اعملش حاجه فيها ولا اعمرها. يعني من 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 من, من حقارتها ودناءتها واهميتها البسيطه القليله. فالناس بتفتكر ان ولا تنسى نصيبك من الدنيا هي تعزيز للدنيا، وانك انت مأمور انك تعمل كل ما في وسعك او تبقى بتحارب عليها. لا ابدا، ده كأن ربنا سبحانه وتعالى بينبهنا ما تنساش نصيبك من الدنيا، لان اصلا كان ممكن المفروض انك انت الطبيعي انك ممكن تنساها لولا ان هو نبهنا على الموضوع ده. فده كان تفسير الشيخ الشعراوي لي ولا تنسى نصيبك من الدنيا، عكس ما الناس فاهمة ان الدنيا يعني ده تعزيز للدنيا ومقامها، ولكن هي للأسف يعني هي فعلا بيبين قيمتها البسيطة جدا. حتى من ضمن الدعاء دايما نقول ربنا سبحانه وتعالى اللهم، وده عن النبي عليه السلام: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية أمالنا ولا إلى النار مصيرنا. فالدنيا لو كانت تزن عند ربنا ما كانش سقى منها كافر، لكن هي لا تزن حتى جناح بعوضة، ما تسواش عند ربنا، ولا عبادتنا هتزيده ولا عصياننا هينقصوا في حاجة. انت ان كنت بتعبد ولا بتمسك نفسك عن الذنوب، ده مصلحتك انت مش لربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى يتنزه انه يستفيد من عبادتك ولا يضر عصيانك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.